ايه ده انت بتصور؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه، بني ادم زي ما انتم عارفين. يا جماعه انا تعبت، الواحد زهق من الفقر، بقيتش لاقي اكل، ما بقيتش عارف ازاي حتى اجيب فلوس، كل البيبان اتقفلت في وشي خلاص. الفقر بياكل فيا، الواحد نفسه يبقى غني، اكل كل يوم، نفسي اكل كل يوم، عايز انزل اشوف دنيا، اروح الساحل. خلاص مفيش امل، حتى الماسونيه مش راضيه تكلمني، انتهت حلول الارض. انا هسال التيك توك ازاي ابقى غني، او لا ازاي ابقى مليونير. اعتقد مليونير هي اقل حاجه ممكن الواحد يوصل لها عشان يعدي من بوابه الساحل من صفر لمليون دولار. هو ده، وهو الوحيد اللي في كل دول لابس نظاره شمس، اكيد هو الوحيد اللي غني. دخلت مجال التجاره الالكترونيه وربنا كرمني واشتريت منه العربيه البورش اللي ورايا وانا بادئ اصلا بصفر راس مال. حلو، هبدا اهتم. انت ازاي وصلت انك تجيب بورش؟ انا مش عايز اجيب بورش، انا عايز اجيب يا عم هيونداي فيرنا، بس اجيب بس بسرعه ارجوك، انا تعبت من الفقر. فضلت انت صابر سنه ونص شايفني طالع بالبورشه لحد ما جبت الفراري. لا 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 لا، الراجل ده من النهارده قدوتي، انا بتاعك. انت اي حاجه هتعلمها لي انا هسمع كلامك. تيتش مي ماستر. انت ازاي جبت العربيات دي؟ دول عربيتين من الثلاثه اللي معايا. يا نهار اسود، طلع معاه واحده ثالثه. طب انا مالي يا اسطى؟ ممكن تعلمني ازاي اجيب فلوس زيك؟ انا مش عايز اجيب 3 عربيات، انا عايز اكل. لا مهتم؟ ابعت رقم 5 على الواتساب اللي هتلاقيه في البروفايل. يعني انا لما ابعت لك رقم 5 على الواتساب انا خلاص هبقى غني؟ ممكن اعرف الطريقه اللي انت بتستخدمها؟ انا يا اسطى انت مين؟ محمد فاروق رضوان، متصور بين عربيتين، اكيد راجل غني، 628,000 فولور، اكيد راجل مضمون. طيب ارجوك محمد فاروق، انا عايز فلوس، علمني ازاي ابقى زيك، ازاي ابقى شبهك، ازاي اجيب النضاره اللي انت لابسها. خد كل فلوسي وارميني في الشارع. ليه بس؟ ليه يا استاذ محمد؟ ده انا بتقول عليك قدوتي. انا قلت عايز ابقى زيك بس مش قصدي والله ان انا اضايقك او حاجه يعني، ولو دي الطريقه اللي هبقى غني بيها انا ما عنديش اي مشكله ان انا اخد فلوسك وارميك في الشارع يعني، عادي، انت مش اخويا. خد كل فلوسي وارميني في الشارع او اديني تليفون متوصل بانترنت، هدور على منتج مش بتاعي هسوقه وهاخد نسبه كبيره في خلال فتره حسب التسهيل ان شاء الله هرجع معايا فلوس تاني. طب ما خلاص، طب ما انت هتعرف تتصرف اهو، طب ما تجيب كل فلوسك وارميك في الشارع عادي، انت اكيد هتعرف تتعامل يعني، انت اكيد هتعرف تعيد اللي انت عملته ده تاني. حاسس ان انت ما عندكش اي مشكله، بس انا عندي مشكله. انا راجل عايز الطريق السهل، ودي الطريقه اللي انا جبت بيها العربيه الفراري اللي ورايا. طب انت بعيد عنها ليه كده يا اسطى؟ انت خايف منها؟ لو مهتم تحترف التجاره الالكترونيه اللي بتعلمك تدخل فلوس من موبايلك بالدولار من داخل جمهوريه مصر العربيه براس مال تقريبا صفر. لو مهتم ابعت رقم 5 على الواتساب اللي هتلاقيه في البروفايل. انت برضو ما اديتنيش اي خطوات، انا ليه ابعت لك رقم 5 على الواتساب؟ ارجوك قول لي حاجه مفيده اجيب منها فلوس، انا هموت من الجوع، انا هموت من الجوع يا محمد. وريني بتاخد وقت قد ايه علشان تعمل اوردر من المنيو. بص، هو مش معنى ان انا معيش فلوس ان انت تقعد تكلمني كده في كل فيديو، مش لازم ترفع لي وشك وتقعد وريني بقى انت بتعمل ايه، انت معاك كام في جيبك. كلام معايا بعد اذنك. مش معنى ان انت غني وان انا معيش فلوس وبحاول ان انا استفيد منك انك تعلمني فلوس انك تكلمني بالطريقه دي. وريني بتاخد وقت قد ايه علشان تعمل اوردر من المنيو، او لما تقف في طابور الطلبات عشان تطلب حاجه وهقول لك حسابك في البنك فيه قد ايه بالظبط. لو انا داخل مطعم جديد او مش عارف انا هطلب ايه، اكيد هقعد كتير اشوف انا ممكن اكون حابب ايه اطلبه، اكيد هاخد وقت. انا بطول اكتر شويه لان ما بعرفش اختار بسرعه عامه يا جدعان، عادي، بس عمري ما فكرت فيها. انا دايما بطول لما باجي اطلب، بس ايه علاقه ده بحسابي في البنك؟ الدراسات لقت ان الشخص اللي بيطول علشان يطلب من المنيو او بيقف في طابور الطلبات كتير ما ياخدش قرار سريع. لقوا ان هو ما بيعرفش ياخد قرارات سريعه، لقوا انه ما بيعرفش يتصرف تحت الضغط، لقوا ان هو ما عندوش مخاطره، مش ريسك تيكر. طب انا طب المنيو في اكل كتير قوي ما بحبوش، بدور على حاجه بحبها يا عم اكلها، انت ليه حكمت عليا بكل ده عشان خاطر قعدت قدام المنيو شويه حلوين؟ لقوا ان هو متباطئ، لقوا ان هو احتمال يكون كسول. محمد بطل تهاجمني، انا ما عملتش حاجه لكل ده، انا بس كنت بدور على سندوتش فراخ. لقوا انه عنده كل الصفات اللي تخلي اي بيزنس في الدنيا يفشل، وعشان كده في الغالب ما بيبقاش معاه فلوس في الاخر. عامة انت اثبتت لي ان انت قدوة، انا فعلا معيش فلوس وفعلا بطول وانا بطلب الاكل من المنيو، اكيد ده ليه علاقة، اكيد فشلي ليه علاقة بان انا بدور على حاجة معينة في المنيو. كمل يا قدوتي. اللي بيعمل فلوس من البيزنس ده اللي قلبه ميت، ده اللي داخل مستقتل، ده اللي بيبدأ على طول، ده اللي ما بيفكرش، ده اللي بيخش على طول يطلب باستا الفريدو، ما بيتكلمش مع حد، ده اللي بيتحرك مجرد ما يلمح الفرصة. انا في ناس شافتني السنة اللي فاتت بقول له كورس رقم 5 لو بعت لنا 5 على الواتساب ولا مش كل ما اكلمك تقول لي 5 على الواتساب بعد اذنك يعني، حاول تبطل تقلل مني وتحاول تقول لي اروح فين، بس يعني عرفني اروح فين غير الواتساب، بطل تحاول تحسسني ان انت بتشقطني عايز تاخد رقمي. بس لو عايز تبدا في حاجه ارمي اللي في ايدك واطلع ابدا دلوقتي. حاضر، بص انا من دلوقتي انا هسمع كلامك في كل حاجه، انت البيست فريند بتاعي دلوقتي وقدوتي، وانت اللي هتخليني اجيب عربيه احلامي BYD F3 عشان اشتغل عليها ان درايفر. اوعى تحرك ايدك وانت بتتكلم. حاضر. طب هو ده ليه اي علاقه بان انا معيش فلوس او ان انا عايز اجيب فلوس؟ انا بتكلم بايدي دلوقتي صح؟ والله انا اسف، بس يعني هل ده هيربحني حاجه؟ لو حطيت ايدك قدام بطنك هيعرفوا انك حاسس بالثقه بالنفس. طب ما حلو، ليه ما اعملش الحركه دي؟ اما لو ربعت ايدك هيعرفوا انك حاسس بعدم ارتياح دلوقتي. انا عايز اعرف وانت ليه ما بتضحكش؟ ما هو عشان الاغنياء ما بيضحكوش فانت مش راضي تبتسم وانت بتعمل كده، ولا انت عندك عدم ارتياح بجد؟ حاسسك جاي على نفسك في حاجه، وبعدين ممكن تقلع النضاره مره وانت بتكلمني. اما لو شبكت رجلك مع ايدك هيعرفوا ان انت حاسس بخوف او قلق او وقت سيء بيمر. هو ده وضع القلق والخوف يا اسطى؟ دي وضعيه تصوير، هو اصلا مين بيقف كده في الحياه؟
بص لي كده يا صاحبي، انا مش خايف ولا متوتر من حاجه. اما لو حطيت ايدك في وسطك هيعرفوا ان انت بتمر بتحدي، انت شاكك في قدراتك على مواجهته. تكبرت الموضوع قوي، انا كده شاكك في قدراتي، انا كده فعلا حاسس ان انا مش قد كده. اما لو حطيت ايدك ورا ظهرك هيعرفوا ان انت حاسس بثقه زايده، ولو لمست اطراف صوابعك لبعض هيعرفوا ان انت حاسس بثقه في اللي انت بتقوله دلوقتي. يعني طيب انا عايز ابان عندي ثقه في نفسي، وفي نفس الوقت عايز ابان برضو عندي ثقه وانا بتكلم. يعني انا مش حابب ان انا اتكلم كده، في نفس الوقت انا لو اتكلمت كده هبان ان انا مش واثق في نفسي، هبان ان انا كلامي موثوق فيها. طب انا ممكن اتكلم كده بحيث مثلا يبقى عندي ثقه وانا بتكلم، وفي نفس الوقت حاطط ايدي ورا ظهري فانا عندي ثقه في نفسي. لو لما تيجي تبص ورا ظهري كده هتلاقي ان انا عامل الاثنين في واحد، فاهم قصدي؟ اما لو حطيت ايدك الاتنين في جيبك هيعرفوا ان انت عايز تستخبى او تمشي من المكان اللي انت فيه. تعال اقول لك يا صاحبي اجمد 5 وضعيات تصوير تتصور بيهم صوره روشه على الانستجرام. تعال وانا اقول لك ازاي. اول حاجه وضع الخوف والتوتر، انك تربع ايدك وتعمل رجلك كده، انت كده بتبين ان انت في حاجه خايف منها او في حاجه موتراك، ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تبين الاوتفيت بتاعك روش. نخش على تاني وضع. هنا بقى لما تكون مش مستريح وعايز تهرب من مكانك، حط ايدك في جيبك، تبص تحت كده، ممكن تبص الناحيه دي. نخش بقى على الوضع الثالث. هنا بقى وضع الشك في القدرات. انت كده راجل شاكك في قدراتك في نفس الوقت يعني مدرب. بصراحه مش فاكر وضعيات تاني، ممكن امشيها 3 وضعيات عادي. هوبا، ازاي تبان اونر في الساحل؟ ليه؟ اوعى تنبهر بالعربيات. ايوه اكرف للعربيه، يعني ما تديهاش اهتمام، خليها تشك في نفسها. بلاش تصور كتير يا فيزيتور. طب وانا يعني انا اسف ان انا جيت ازور المكان. حاضر مش هتصور. ما تلبسش هدوم الصبح. حاضر هسلخ جسمي كله، مش هخلي في حته مش محروقه في جسمي، بس اهم حاجه ابان اونر. الجايه بروتب. انا لفت نظري بس ان هو مليونير ومعاه 3 عربيات، معاه موبايل اندرويد. ايه الايموجي ده اصلا؟ هو ليه عنده اعاقه؟ يمشي بكيس السوبر ماركت. هي دي بروتب؟ يعني انا لو جايب حاجه من السوبر ماركت انا كده مش. هو انت عايز ايه؟ اوعى تبان مبسوط الصبح. وعامة مفيش مليونير يا اسطى بيرقص كده. انت ضيعت كل هيبتك قدامي خلاص. انت كده بالنسبه لي انت معاك 2000 جنيه في جيبك بالكتير قوي، وبعدين انت بتضحك اهو. على فكره انا شفتك بتضحك عادي. هو ليه من غير النضاره شبيه امبابي؟ طيب انا ليه عايز ابان اونر وانا مش اونر؟ ليه هخش اعمل نفسي ان انا من اهل المكان؟ انت كمان مش عايزني حتى اتبسط، مش عايزني افرح، مش عايزني اتصور، عايزني ابان ان انا اونر في الساحل وخلاص بدون اي سبب. طب ليه؟ عامه انا بص، انا هتعلم منك وابقى غني وهشتري حاجه في الساحل وابقى اونر وهعمل كل الحاجات اللي انت قلت لي ما اعملهاش. حرفيا هلحس كبوت العربيات، هنبهر باي حد ماشي في الشارع، هتصور مع السكيورتي، هعمل كل حاجه تبيني ان انا مش اونر. انا فتحت جامعه. ايه؟ زي الجامعه اللي انت بتروحها 7 سنين وتتخرج علشان تطلع تدور على شغل. هو بيتكلم على كليات ال7 سنين دي اللي هي تقريبا طب وهندسه. وعامه انت لو عملت جامعه ازاي تبقى مليونير، انا ما عنديش اي مشكله اسحب ورقي من جامعه حلوان دلوقتي حالا واجي جامعتك. انا فتحت جامعه الربح من الانترنت، بتعلمك تدخل دخل من موبايلك من تليفونك بالدولار وانت قاعد في مكانك طالما عندك تليفون وانترنت. تخيل تروح لابوك تقول له حاجه زي دي. بقول لك ايه يا حاج، انا سحبت ورقي من الجامعه وخلاص سبت هندسه. بابا انا دخلت جامعه الربح من الانترنت. لم الحزام اللي انت بتطلعه من بنطلونك ده يا بابا، عشان انا من بكره مش هتستجري تفتح بقك معايا لما اكتب رقم 5 على الواتساب واجيب عربيه بورش بنت حرام. حاول تكسبني من دلوقتي يابا. دي مش ودان مليونير. واحد حط لي الكومنت ده من فتره وقال لي المليونير ودانه ما بتبقاش عامله كده. بص انا هقول لك ودان المليونير بتبقى عامله ازاي. دول 2 من ال3 عربيات. يعني دول ودانك ولا ايه؟ انا مش فاهم. تسمع من الشكمان؟ واحده فيراري واحده بوش بوكس، ثالثه في الجراج. ليه دايما العربيه دي في الجراج؟ ليه العربيه دي مهمشه بنت؟ ما ينفعش تظهر وسط الفيراري والبورش. انا نفسي اشوفك راكبها. بص بقى كويس عشان تعرف ودن المليونير بيبقى شكلها عامل ازاي. هو فعلا ودن الراجل ده تحسسك ان هو سامع ان انا بقول ايه دلوقتي، وسامع ان انت سامعني، ولو انت بتقول حاجه دلوقتي هو سامعك. لا مهتم تحترف المجال اللي وصلني هنا، الله اعلم هيوصلك فين. التفصيله اللي خدت بالي منها في تقريبا في اغلب كل فيديوهاته ان هو بيلبس النمر حاجه الاول قبل ما يصور اي حاجه. مش انت المفروض اشتريتهم من الصفر؟ اشتريت 3 عربيات في مش عارف سنه، اللي هو يعني لو دول عربياتك طيب 300,000 اجنبي بيتعلموا من واحد مصري وبيدفعوا له فلوس بالدولار وباليورو وبالجنيه الاسترليني عشان يشتروا المنتجات اللي بيسوقها. 300,000 اجنبي بيتابعني دلوقتي كلهم من الهند وباكستان. بدل ما تسيب لي كومنت زهقتني بالفراري ولا مش عارف انت طول النهار تطلع تتمنظر. لا بقول لك ايه يا استاذ محمد، كلمني عادل. ما ايه؟ روح اتعلم، شوف انا عملت كده ازاي، شوف ازاي من غير ما ادفع ولا قرش ساغ وصلت ل 300,000 فولور اجانب. ماشي خلونا نفتح الانستجرام بتاعه ونشوف ايه نوع الجمهور اللي بيتابعه. ماشي تعال نفتح ده مثلا. يعني بذمتك الراجل الهندي ده عارف انت بتقول ايه؟ عارف انت بتتكلم في ايه؟ قول لي بالله عليك، بالله عليك ان الراجل ده بعت لك رقم 5 على الواتساب. اراهنك على العربيه اللي انت راكبها دلوقتي دي ان الراجل ده معاه فلوس اكتر منك اصلا. شوف ازاي ممكن تعمل محتوى زيه بالظبط من غير ما تظهر بوشك زي الاكونت ده اللي انا عملته. هوبا الراجل ده باينه كده تو ليت. ماشي ده البروفايل بتاعه حاطط صورته. تعال نشوف الريلز اللي هو بيعملها. فعلا اكونت ناجح جدا، كل فيديو جاب من 2000 ل 3000 فيو في الريل. تعال نختار مثلا فيديو عشوائي. What does it mean when a person اصلا انت حاطط صورتك، انت هتستعبط. What
What does it mean when a person touches their lip while... What does mean is the person touch their lip. I said before in a video that touching the chin is the state of evaluation where the person is evaluating. قشطة يعني 55 لايك، اكيد دي حاجة بتدخلك فلوس كتير صح؟ 40,000 متابع اجنبي. بدل ما انت فاهم الاكونت ده غلط وداخل تتنمر وتتريق وتستهزأ، انا اسف، انت عندك حق، انا فعلا نموذج حقير. ابعت رقم 5 على الواتساب. يا اخي عن الواتساب اللي انت شايفه اللي ملفوف حوالين غصن الشجره ده مش جزء من الشجره، ده بارازايت، ده حاجه عامل زي فيروس بيجي يتلف حوالين الاشجار بالشكل ده ويمنع الشجره انها تكبر. عامة دي معلومة جديدة عليا بصراحة. عادي يا جماعة، انتوا عارفين المعلومة دي من زمان وانا لسه عارفها دلوقتي، عادي بس قشطة يعني. طب ده محتوى مفيد، ايه رأيك تكمل في السكة دي وتسيبك بقى من الواتساب اللي انت عايز تاخده مني ده؟ ده زيه بالظبط زي صاحبك اللي معاك على القهوه اللي بيأديك بالافكار السلبيه بتاعت التجاره الالكترونيه مش شغاله في مصر وعمرك ما هتعمل. يا اسطى انت غريب، انت مرعب. بيأديك بالفيروس اللي في دماغه ويمنعك توصل للشمس ويدمر لك احلامك وإعبادك. لو مهتم تتحدى الناس دي وتوصل، ابعت لنا رقم 5 على الواتساب. ايوه انا جبت اخري من الراجل ده، انا هبعت له رقم 5 على الواتساب، يا رب يوصل لي 5 جنيه في حساب البنك بتاعي. 5 5 5 5 5 تمام. هو رد عرض لمدة 4 ساعات فقط. كورس رقم 5، كورس كيف اصبحت مليونير من الانترنت، خصم 70% ب 4650 جنيه يصبح 1400 جنيه. كورس رقم 4، كورس البورصة للمحترفين، بدل 2000 جنيه يصبح 1500. كورس البورصة للمبتدئين من الصفر للاحتراف، بدل 1200 يصبح 900 جنيه. بس انت مش قلت لي ان هو صفر راس مال؟ انا دلوقتي معيش فلوس، انا عايزك تعلمني ازاي اعمل فلوس. هجيب لك منين انا 4600 جنيه؟ انت اتجننت؟ بكل بساطة ما تخلوش حد يضحك عليكم. نضارة شمس وعربيتين متأجرين دول بس بيبقوا بفلوس الكورسات اللي انتوا بتدفعوها عن طريق رقم 5 على الواتساب. عادي بياخد الفلوس ويتفسح بيها ويصور لك العربيتين ويقول لك هما بتوعه ويحكي لك قصه قد كده عشان خاطر انت لازم تديني فلوس عشان اعرفك ازاي تبقى غني زيي. لو في حد بيعمل فلوس فعلا من حاجه فهو هيساعدك عادي، لان هو اوريدي معاه فلوس كتير فشخ، هو مليونير، اكيد مش هيحتاج ال 900 جنيه هما اللي مأزمين معاه فوق الملايين الدولارات اللي هو بيعملها والبورش والفراري. عايز تعمل فلوس فعلا، تعلم مهنه عادي، خد منها مرتب، كمل جامعتك، خد كورس فرنساوي. بص بصراحه اكيد مش انا اللي هقول لك تعمل فلوس ازاي، لان انتوا فكرتوني بفقري. شكرا يا جماعه. الفيديو خلص خلاص. عايزين حاجه؟ لا انا عايزكم توصلوني 40000 سبسكرايبر. وصلوني 40000 سبسكرايبر، وصلوا الفيديو ده ل 4000 5000 لايك، واعملوا لي فولو على الانستجرام. كان معاكم احمد بيه، بحبكم، باي باي.